آسيا والشرق الأوسط. التين عطيها طعم حلاوة بلذيذة جدا، بعد تاني، عالم تاني. عندنا هون بصلتين بدنا نفرمهم ناعم. نص كوب من التين المجفف بدي اقطعه لقطع صغيرة. هذا التين اللي عندي لسه ماي ليومين بالشمس، يعني لسه ما لحق ينشف على الأخير. إذا عندك تين مجفف جاهز بيكون أفضل وأفضل. هلا عندي هذا الفروج بدي نطفه منيح ونقعه بمي وخل وبعدين استخدمه. أول شيء هذا الجزء لازم ينشال مع كل الدهون اللي بهي المنطقة، بس هذا الفروج شكله متنظف كتير منيح. الرقبة كمان بدي اشيلها، أنا ما بحب استخدمها أبدا. طبعا أنت حر فيك تستخدمها بس أنا ما بحب، لأنه هي المصدر الأول والأخير للزنخ اللي بتطلع من الفروج. بدنا نغسلهم وننقعهم بمي وملح وخل أبيض. وهون عندي جوز بدي قطعهم وحمصهم بعد شوي، وبدي أحط لهم تقريبا نص ملعقة سمنة. عندي هون مجموعة من البهارات رح اكتب لكم اياها كلها بصندوق الوصف، رح ننزلها على الخلاط. هاي البهارات هي اسمها بهارات البرياني، تقريبا بتعمل مقدار 4 ملاعق كبار من البهارات. بس تخلصوا منها بتحطوها بقطرميس وبتخلوها على جنب. ايمت ما بدكم تطبخوا برياني بتكون البهارات موجودة جاهزة. ريحتها خرافية. هون عندي بطنجرة بدي احط 4 كاسات من الرز بسمتي منقوع لمدة 20 دقيقة ومغسول كتير منيح. 4 كاسات من المي وشوية بهارات صحيحة كمان رح يكونوا مكتوبين بصندوق الوصف. وبدنا نخليهم يغلوا لحتى يستووا نص استواء. وهيك الرز بعد ما استوى معنا، شوفوا لساتها حبته مثل ما هي هيك ولسه فيها شوية قساوة، يعني هذا استوى نص استواء. هلا عنا بطنجرة تانية بدنا نحط ملعقة كبيرة من السمنة، حاطط أنا فوقها ملعقة كبيرة من الزيت، ومنزل فوقهم بصلتين كبار. بعد ما يحمروا شوي هيك ويبدأوا ياخدوا لون بدنا ننزل عليهم 5 فصوص توم مهروسين، ملعقة صغيرة بس معباية شوي زنجبيل. هلا بننزل قطع الدجاج، بنضيف عليهم التين المجفف، 3/4 الكاسة لبن، نص كمية الجوز اللي حمصناها، ملعقة كبيرة من بهارات البرياني، وملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة صغيرة فلفل أسود. شايفين ما كترت بهارات، 4 أنواع بس. شوفوا المنظر يا الله. هلا بتقولوا ما عم قدر مشاعركم، بس انتم فعلا ما كنتوا شامين الريحة اللي انا شاممها. طنجرة اكبر لانه هي ما رح تساع الكمية، بدي احط نص كمية الرز باسفل الطنجرة اللي طلع معنا هون. بنزل فوقهم باقي كمية الرز، ويلي ما عنده زعفران بحط ملعقة صغيرة من الكركم، مقدار ملعقتين صغار ماء زهر. غاز على اوطى درجة حرارة، قد ما فينا نوطي الغاز بنوطيه. إذا بنحط عازل بين النار والطنجرة بيكون كتير ممتاز. بدي أضيف فوقهم كم شي من الكشمش بيعطيهم طعمي فوق الخيال. أخذت معي نص ساعة على الغاز. الجوز والكشمش وليك الفروج ليك الناعم. أحسن معلم بيعمل مندي فيك يا آسيا. آسيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا والعالم كله. أطيب من هيك ما في. التين عطيها طعم حلاوة بلذيذة جدا، بعد تاني، عالم تاني. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتدعوا رفقاتكم. عمل الخير واجب، ادعوا رفقاتكم لحتى يشوفوا هيك وصفة بتجنن. لا تنسونا بتعليق حلو مثلكم.